ما ينفعش نبقى في الشتا وما نعملش القلقاس اللي دايب وزي الزبدة ده. هعمله معاكم النهاردة بكل تفاصيله وعلى أصوله، وهنشوف بقى طريقة تقطيعه وتنظيفه، ونغسله بقى ولا ما نغسلوش، وهنعمل له كمان السلق بتاعه بطريقة سهلة وحلوة جدا. يلا بينا نبتدي في عمايله على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. أول حاجة هنعملها هنجيب القلقاس ونقطعه، واحنا بنشتريه نحاول نجيب القلقاس اللي حجمه صغير، يعني يكون متوسط مش كبير قوي، ونقشرها بقى بالشكل ده كده زي ما بنقشر البطاطس. نيجي بقى الموضوع نغسله ولا لا. اللي حابب يغسله ومش مقتنع بانه ممكن يتمسح بس، اغسلوه بطريقتكم العاديه جدا في ميه سخنه او زي ما بتعملوه. يعني افضلوا بقى اغسلوا في ميه سخنه، وغيروا عليه بقى الميه اكتر من مره لحد ما تلاقوش الماده اللزجه اللي بتبقى عليه دي تلاقوها مش موجوده خالص. انا عن نفسي مش بغسله، بعد ما بقشره وقبل ما اقطعه بمسحه كويس قوي بفوطه نظيفه، وامسحه من كل حته، وبعدين اقطعه شرايح حجمها متوسط، يعني بالشكل ده كده. عايزينها في الاخر تبقى مكعبات برضو حجمها متوسط، مش عايزينها صغيرة قوي ولا كبيرة. وبعد ما نخلص تقطيع الكمية كلها هنحطه بقى على فوطة كبيرة ونرجع نمسحه تاني كويس قوي، وهنسيبه مفرود على الفوطة دي، ونجهز بقى بقية المكونات بتاعتنا. هنجيب بقى السلق، وللي مش عارف شكله ده بيكون شكل الورقة بتاعته. هنغسله بقى كويس قوي، يعني نمسك ورقة ورقة كده ونغسلها، وبعدين هنشيل الورق منه. بس مش هنقرطفه زي ما بنعمل في الملوخية بالعود كده، لا احنا هنشيل الورقة من جوه العود نفسه بالشكل ده كده. كمية القلقاس اللي معايا تقريبا كيلو ونص. أنا هحط عليها بقى 3 أو 4 حزم كده حلوين من السلق. القلقاس بيحب الخضرة، السلق والكزبرة، هم دول أهم حاجة واللي بيدوله طعم حلو قوي. الكزبرة حطيت منها حزمة كبيرة حلوة كده، هنقرطفها بقى دي زي الملوخية، هناخد منها الورق بس. وعايزين كمان عودين أو 3 بس من الشبت، مش أكتر من كده، هناخد برضو الورق بتاعه بس. كده خلاص كل حاجة بقت جاهزة. نبدأ بقى في التسوية. هنجيب حلة وهنحط فيها الشوربة اللي هنستعملها، شوربة لحمة، شوربة بط، المتوفر عندكم. بس كل ما كانت الشوربة دسمة وحلوة طعم القلقاس بيبقى حلو قوي. هنسيبها تغلي وبعدين هنعصر عليها ليمونة كاملة لو صغيرة، ولو كبيرة هنحط نص ليمونة بس، وبعدين نحط فيها القلقاس. كمية الشوربة دي مناسبة قوي على قد كمية القلقاس، ما تزودوش الشوربة قوي علشان ما يبقاش كتير، يعني المية كتيرة فيه. هنسيبها ثواني بس، وهنجيب عودين الشبت وهنقطعهم صغير قوي كأننا بنفرمهم، وهنضيفهم على الشوربة، بيدوا طعم ولون حلو قوي للشوربة. وكده خلاص هنغطيها ونسيبه بقى لحد ما يستوي، بس عينينا عليه لأنه ما بياخدش وقت عشان ما يتهريش مننا. نيجي بقى للسلق. هنجيب طاسة عميقة وهنحط فيها كمية السلق والكزبرة كلها، مش هنحط سمنة ولا أي حاجة دلوقتي خالص، وهنسيبه على نار متوسطة لحد ما نلاقيه نشف من ميته خالص، وحجمه كمان قل بالشكل ده. لما نلاقيه وصل للمرحلة دي هنحط بقى السمنة، معلقة حلوة كده كبيرة مليانة. حطوا كمية مناسبة من السمنة عشان يتحمر كويس، وهنسيبه بقى على نار هادية، وكل شوية نقلبه تقليبة لحد ما يدبل شوية ويبتدي لونه يغير. نحط بقى شوية حلوين من التوم، ما تحطوش التوم من الأول عشان التوم بياخد لون بسرعة، هتلاقوه اتحمر والسلق لسه. هنفضل بقى نقلب فيهم كل شوية على نار هادية لحد ما نلاقي التوم خد اللون الذهبي ده، والسلق بدأ يخرفش في الطاسة، ما بقاش طري خلاص. يعني لما نضغط عليه بإيدينا كده نلاقيه ناشف شوية مش طري. وأهم حاجة نخلي بالنا عشان ما يتحرقش، يعني إيدينا فيه على طول لحد ما يتحمر بالشكل ده. السلق ده بيطحن أو بنصحنه، يعني زي ما بيقولوا عليه كده بنصحنه بكذا طريقة. ممكن نسيبه لما يبرد خالص هيبقى ناشف أكتر، وساعتها بالمعلقة هتلاقوه بيطحن على طول. ممكن كمان نحطه في الهون زي ما كانوا بيعملوه زمان وندق عليه لحد ما يطحن، أو تعملوه في الكبة أو الخلاط مع حبة شوربة صغيرة. الأسهل بالنسبة ليكم اعملوه. نشوف بقى القلقاس هنلاقيه استوى خلاص ومش منشف الشوربة ولا أي حاجة زي الفل. ولما نضغط عليه هنلاقيه دايب بالشكل ده، بس في نفس الوقت ماسك نفسه مش مهري. نحط عليه بقى السلق بعد ما طحناه، وفض كل اللي في الطاسة ما تسيبوش فيها أي حاجة، وهنسيبه يغلي مع السلق غلوة واحدة بس، ونقفل عليه على طول. ما بنسيبهوش كتير على النار، هو خلاص مستوي. بصوا بقى الجمال والريحة، مش قادرة أقول لكم قد إيه حلوة. أنا بقى باعشق طعم الشوربة دي أكتر من طعم القلقاس نفسه. بص الشوربة لونها حلو قوي وخفيفة، القلقاس ما نزلش أي حاجة من الطبقة اللزجة اللي بتبقى عليه بسبب الليمون اللي حطيناه، لأن بيمنع القلقاس إنه ينشي. قدموه بقى وهو سخن كده مع شوية رز بالشعرية أو رز أبيض،
ودوقوا أحلى طعم للقلقاس، وبألف هنا على عقلكم مقدما، وأشوفكم على خير.